أتمنى لكم جميعا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم رمضانا مباركا وسعيدا لكم ولكافة عائلاتكم الكرام. أنا سعيد وفخور للغاية بالتواجد معكم اليوم في هذا النادي التاريخي الرائع. وقبل الحديث عن نادي الترجي التونسي، أود أن أتوجه بخالص الشكر للاتحاد الأنغولي لكرة القدم ورئيسه المقرل سيد ألفيس سيمونشي لرحابة صدره وقبول تسريحي للقدوم والتعاقد هنا رسميا، كما أتمنى لمنتخب الغزلان السوداء أفضل مستقبل ونجاح ممكن. وبالطبع أود شكر السيد الرئيس المدب ونائب الرئيس بنور وكامل الإدارة التي لم ألتقي بها بعد بالترجي، يزيد منصوري المدير الرياضي الذي أعرفه منذ أكثر من عقد كامل من الزمان. وبالطبع لا أنسى كريم بن ونيس الذي مهد لي الطريق أيضا للقدوم والعمل هنا، وكريستيان براكوني الذي يتولى مع طاقمه المهمة المؤقتة ويقوم بعمل رائع. لذا أشكر الجميع لتمكيني من التواجد أمامكم اليوم. وعاش نادي الترجي الرياضي التونسي العظيم، فليحيا الترجي، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة جدا مع هذا النادي وهذا الجمهور. شكرا. أعلم جيدا أنه وكما شاهدتم في المؤتمرات الصحفية هو شخص يمتلك خبرة واسعة جدا، وهو دوما في خدمة النادي، حيث كان يتولى مهاما في الأكاديمية ويقوم حاليا بهذه المهمة المؤقتة ويؤدي عملا رائعا مع الطاقم الحالي، حيث نجح في إعادة الاستقرار للفريق الذي بدأ سابقا مفتقرا للثقة الكافية وللأداء القوي. 3 انتصارات في 3 مباريات. لقد تبادلنا الحديث وهو يملك رغبة صادقة في الخدمة ويريد التواجد لدعم ومساعدة النادي، لذا فإنه من دواعي سرورنا استمرار تعاوننا معا ما يحبه وما يرغب في فعله. وقد وضع مشروعا مع مدير المركز أيضا هو بناء هذا الجسر، وأعتقد أن هذا أمر هام جدا، لأن هذا ضمن فلسفة يزيد منصوري المدير الرياضي وفلسفتي، وهي ألا تكون رؤيتنا محدودة بالنظر فقط للفريق الأول رغم كونه المحرك، بل بفتح كافة الآفاق والسماح لمواهبنا الصاعدة، بل مشاركة أيضا في الحصص التدريبية، وإذا توفرت الجودة دمج اللاعبين الشباب للتحضير الدائم للمستقبل. ولذلك فهو عمل منفتح للغاية حقا، وأعتقد أن كريستيان يرغب في أداء هذا العمل بالبقاء مع الشباب والتواجد مع الفريق الأول لمد هذا الجسر، هذا الرابط الوثيق، والقيام بهذا العمل التكميلي والضروري جدا للاعبين المحتاجين ممن لم ينضجوا بعد لصغر سنهم بمضاعفة الحصص، بينما قد لا يستطيع المحترفون التدرب 2 مرات يوميا. هذا العمل هو ما تم اتخاذ هذا القرار أمس وفي الأيام الماضية. أنا سعيد جدا لأننا نلمس ونشعر بوجود رغبة في الواقع. النجم هو الفريق، لذا يجب أن نكون جميعا في خدمة الفريق لشان يحقق النادي أفضل النتائج. لذا أؤكد نعم سيبقى كريستيان معنا لفترة أطول وسوف يواصل العمل والتعاون معنا.